مساء الخير على كل مشاهدينا. يوم جديد وحلقة جديدة وبرنامجكم أحلام ورؤى. طبعا لقاء متجدد إن شاء الله معاكم كل يوم بإذن الله من الساعة 12. عندنا طبعا بنتكلم عن الأحلام. كلنا عندنا حتت بعيدة قوي وغامضة بنروحها بس في أحلامنا، ومفيش حد مننا ما عندوش أسئلة عن حاجة شافها وحلم بيها ومش قادر يفهم معناها ومش قادر يوصل للمعنى اللي هو حلم بيه. طبعا كتير مننا برضو عنده أحلام بتتكرر كتير، وفي ناس مؤمنة إن أي حاجة بيحلم بيها دي معناها ليها علامة أو رسالة أو إشارة، وبتفضل منطقة الأحلام وعالم تفسير الأحلام ده العالم الغامض اللي ليه سؤال وراه أسئلة كتير قوي. هنكون معاكم طبعا النهاردة مع دكتورنا اللي منورنا في الاستوديو لقاء متجدد، دكتور أحمد شاهين، عالم فلكي ومفسر الأحلام. أهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. منورنا طبعا. نورك الله يخليك. طبعا احنا يا دكتور هنطلع فاصل ونرجع نبتدي حلقتنا، خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا، وطبعا مستنيين كل اسئلتكم واستفساراتكم. اللي عايز يسال الدكتور على اي حلم ليه او اي سؤال او اي استفسار مستنيين تليفوناتكم وهي ظاهره على الشاشه. اسمحوا لي ارحب تاني بدكتور احمد شاهين. ارحب بيك تاني يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ. دكتور كده بدايه احنا عايزين نعرف علم تفسير الاحلام. هل هو موهبه ولا فراسه؟ يعني ممكن انا مثلا اتعلم علم تفسير الاحلام وافصل لنفسي وافصل للناس، ولا دي بتختص لناس معينه؟ طبعا اولا بسم الله الرحمن الرحيم. انا الحلقه السابقه مع حضرتك طبعا انا قلت ان تفسير الاحلام علم ساينس وليه قواعد هكملها النهارده ان شاء الله. اساس اي حاجه بتبقى موهبه. عدم وجود الموهبه مهما عملتي عمرك ما هتعرفي تدرسيها. الموهبه دي حاجه بتبقى زي الجينات في الدم، جينيتك. فلازم يكون عندك الموهبه دي ولازم تثقليها بالممارسه. اي حاجه يعني موهبة مثلا يكون إحساس معين أو إلهام معين، هي بتبقى حاجة يعني مش موروثة، لكن في بعض الحاجات موروثة طبعا، لكنها بتبقى موهبة زائد ممارسة. الموهبة من غير ممارسة ما تنفعش، والممارسة من غير موهبة ما تنفعش. بتبقى حاجة أكنك مثلا بتدرسي حاجة اديوكيشن وبعدين في نفس الوقت نسيتيها ان انت داخله مثلا كليه على رغبتك وبعدين خلصتيها وخلاص. لازم موهبه زائد ممارسه. الموهبه من غير الممارسه تثقلها ما ينفعش، والممارسه من غير موهبه او انت عندك استعداد اساسا، موهبه استعداد ما تنفعش. لازم هو طبعا بيبقى فيه كتب كتير زي ابن سيرين مثلا وفي غيرهم كتير، والنابلسي برضه. هل دول مثلا لو اختلفوا عن بعض، لو حد مثلا عنده الموهبه دي لازم يكون بيتابع لاكتر حد مين؟ يعني مين اللي نعتمد عليه اكتر في ان احنا نقرا له حتى لو انا مش عارفه؟ يعني لو انا ما عنديش الدراسه دي، انا عايزه دلوقتي قرايه مثلا، تمام، الجا لمين اكتر؟ عايزه تبداي بحاجه مين النهج اللي انا امشي عليه من اللي هم العلماء الفلكيين والمفسرين؟ مين اللي انا امشي ورا نهجه؟ هو اساسا يعني انت حضرتك ذكرت ابن سيرين لان هو اشهر المفسرين، وفي النابلسي وفي طبعا علماء كتير على مر التاريخ حتى عصرنا هذا. لكن انا عايز اقول حاجه، يعني للاسف قبل بالكتب حضرتك فضلت قلت الكتب الموجوده في السوق منحوله معناها ان هي مزوره او مدلسه او دخيله على ابن سيرين، مش بتاعت ابن سيرين. لو النقطه الثانيه بتاعت الاختلاف مش هتلاقي اختلاف، بدليل ان هي تزوير واحد. يعني كتب ابن سيرين، كتب النابلسي اللي في السوق اللي بتتباع هتلاقيها واحد، نفس البتاع اللي كاتب دي بس شايل الجلده وحاطط ابن سيرين وشايل الجلده وحاطط النابلسي. كل الكتب اللي في السوق مهما اختلفت المسميات او تاليف كذا او اعداد كذا او تجميع كذا هتلاقيها واحد. لكن ما يمنعش ان في بعض القواعد تنتسب لابن سيرين، لكن في حاجات دخيله. طبعا العلم تفسير الاحلام زيه زي اي علوم ثانيه لازم يواكب تطورات العصر. اي حاجه اي علم تفسير الاحلام في حاجات قديمه. طب دلوقتي هنفسر مثلا الطياره ازاي؟ ابن سيرين ما فسرهاش، النابلسي ما فسرهاش، هنعمل ايه؟ فدي بقى بيجي اجتهادات. العلم ده ليه اجتهاد، اضافه ان الهام من الله وموهبه. يعني بقى بقول الموهبه والالهام ان انت تاخدي قواعد العلم وما تقفيش عنده وتبداي تطوريه من خلال موهبتك، من خلال الحدث بالسين، الحدث بتاع الانسان. يعني مثلا بنتكلم مثلا عن الطياره، كان زمان يقول لك لو اي حاجه تخص وسائل النقل، الدواب نقيس عليها القياس. مثلا لو قلنا مثلا الدواب، واحد شاف في الحلم او رؤيه جمل، حصان، اي انواع من انواع الدواب يعني او بتجري، نقيس عليها وسائل العصر زي الطياره زي الموتوسيكل زي العجله.
بالمناسبه وبعدين كل حاجه ليها تفسيرها. يعني مش معناها مثلا ان الجمل حاجه يبقى الجمل بيدل على كذا بنقول له الطياره، لا، نفسر. تمام. احسن وسيله نقل يعني كمثال اللي هي تيجي للانسان وتدل على حسن الحظ والطلع هو الطائره، يليها مثلا القطار الحاجات السريعه، يليها السياره التي تدل على حياه الانسان. الموتوسيكل والعجله هي محببه. اما الانسان واحد بيبدل عجله وسيله نقل، لكن برضه لازم الانسان يعمل عقله. العجله تدل على مشاكل يسيره للانسان لانه مجهود تبديل، بعكس الطياره اوتوماتيك ديزل. فلازم برضه نفرق بين كل دون ولازم نقيس، ما ناخدش اغلب للاسف يعني اغلب الموجودين يعني ما بدون ذكر احد طبعا لهم كل الاحترام بياخدوا الكتب اللي هي اصلا منحوله مزوره ويقول لك انت شفت كذا هيحصل كذا. انا طبعا الحلقه اللي فاتت فصلت قلت الالوان لها دلالات، الحروف لها دلالات، لها علاقه بعلم الفلك والابراج، لها قواعد الى اخره. لازم الم مفسر الاحلام العصري لازم يكون ملم بكل دون ويبدا يدي حكمه او تفسيره للناس. تمام. احنا المداخلات التليفونيه ابتدت معانا. مهاب سوري نهاب من الشرقيه. ايوه السلام عليكم. ازيك يا نهاب؟ اتفضلي. الله يسلمك. اولا بهنيكي على البرنامج وانت زي القمر. تسلمي يا حبيبتي. ميرسي. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي قولي له حلمك ايه. دكتور احمد معاكي. يا دكتور احمد، انا ليا اختين متخاصمين بس على طول بحلم ان هما بيتصالحوا كذا مره يعني. تمام. واخر مره حلمت ان هما اتخاصموا تاني. اساميهم ايه؟ انت حلمت ان هم اتخاصموا، اساميهم ايه يا اخواتك؟ ايه؟ اساميهم ايه؟ اسميهم آية وعزة. آية وعزة. تمام اوكي. تمام. في سؤال يا دكتور؟ خلاص كده؟ طيب شكرا ليكي وهناخد برضه مي دلوقتي. اوكي. مي من القاهرة. ازيك يا مي؟ يا مي؟ معانا مي؟ ايوه. مساء الخير. صباح النور. اتفضلي يا مي. مي. مساء الخير. مساء النور. لو سمحتي، انا حلمت ان انا ومامتي ماشيين في طريق وبعد كده مامتي جت ادتني حاجه ان انا اديها لواحد شخص احنا نعرفه. فدخلنا محل حلويات، جينا نجيب تورته وجاتوهات، كل ما نجيب تورته او حاجه يطلع شكلها مش حلو. فسيبنا المحل خالص، جينا ناخد تورته لقينا في منها جزء متشال. فقامت مامتي قالت لا خلاص احنا مش هنجيب من هنا، وقامت ادتني سمكه كبيره اللي انا اديها للشخص ده. تمام. ايه الاسماء ايه اللي انت حضرتك حكيتيها؟ اسم والدتك مثلا او اسم ايه؟ الاسماء. مي. قطعت. خط قطع للاسف. طيب هنرد على ايه؟ نرد الاول اللي هو الاختين. طبعا انا زي ما قلت في الحلقه السابقه اختين اسمهم آية وعزة. طبعا آية وعزة الالف والعين دول حروف خير وبشاره ودلاله. دي انا قلت الاسماء دلالات وليس يكون في الحقيقه، هم جايين على اساس دلاله رمزيه معينه مجازي. هي اختها الثانيه عزه دي جايه من العزه، عندها عزه وكبرياء شويه، هي تلاقيها دايما اللي تلاقيها قاسيه شويه او تقيله شويه، آية اللي هي بتصلحها. طبعا الاصطلاح والتخاصم الشجار انا زي ما قلت قبل كده في احد القواعد في الحلقه السابقه، قواعد ان اللؤه تفسر على معكوس دلالتها. الفرح حزن، والشجار والتخاصم يعتبر صلح. تمام. فدون اقرب للعقل الباطن، هي مهمومه بالاثنين او قاعده وسط المشاكل دي كلها، فهي مهمومه عايزه تصالحهم على بعض، فهي وسط المشاكل دي كلها. الاصطلاح والخصام هو مش حاجه اكتر ما ان هي اكتر يعني الاختين، يعني هي اكتر من اختها عزه وآية مهمومه بيهم عايزاهم يتصالحوا. لكن لو قلنا تفسير الرؤيه دي او الحلم ده ايه، هو العكس، الشجار سيحدث صلح، ولكن الصلح سياتي من آية قبل عزه، لان عزه لها دلاله، هي عندها عزه وكبرياء شويه، فهي اللي مش هتبدا بالصلح، آية اللي هتبدا. طيب يا دكتور، بالنسبه لتكرار الاحلام، يعني في ناس او كتير مننا حلم الحلم ده انه او بعض الاحلام المتكرره انه مثلا يقع من فوق حاجه عاليه، انه يسقط في الامتحان. طبعا كل واحد متخيل ان هو الحلم ده خاص بيه هو، ولكن ممكن يبقى خاص بيه وممكن يكون خاص الاكتشاف هو بيحصل لناس كتير قوي. تمام. ايه معنى الاحلام المتكرره؟ انا قلت قبل كده برضه قاعده بنرسيها، اي حلم او رؤيه تتكرر 3 مرات ستقع. بالنسبه للسقوط فهو جميل خاصه من على السطح، بس برضه لازم ما ناخدش الامور على عينتها، لازم نفسر
لازم مفسر الاحلام يعني ينحل، يعني يقسم الامور، مش كلها يبقى بيسقط يبقى ده حلو او ده شر، لا بنشوفه بيسقط من عينيه. عشان كده انا بسال بعض بيختلف هو بيقع طبعا من فين. عشان كده بسال التفاصيل، اسمها ايه، شافت ايه، عملت ايه، سقطت منين، اليوم ايه، الى اخره. سقطت من فوق سطح بيت عالي، جميل جدا جدا جدا. سقوط من فوق الجبل لا. جبل لا. اي ارتفاع او انت صعود في اي مكان، صعود اي مكان زي سلالم، ارتقاء سلالم المجد والشهرة للإنسان أو اللي بيراه، ما عدا الجبل. ارتقاء الجبل يدل على المشقة، العكس. فمش أي ارتقاء أو قايل ده كويس، لا، ارتقاء سلم كويس. بالنسبة للبيت، السقوط من أعلى البيت السطح جميل جدا 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 وبشارة خير. السقوط من على الجبل لا. تمام. أنا أقصد كمان إن بالنسبة مثلا لو حد في فترة امتحانات وطبعا هو في الفترة دي بيشوف ان هو بيسقط قبل ما يدخل الامتحان. لا ده ملوش علاقه. ناس كتير بتشوف ان هي في امتحانات، ناس كتير بتشوف ان هي في امتحانات، وناس تلاقي مثلا عندها 50 سنه ومخلصه من زمان وبتشوف ان هي عماله تسقط في امتحانات وساعات خلصت. الاحسن بيقول لك اليوم اكملت لكم دينكم، تمام الامور ما بعد التمام الا النقصان. الاحسن ان الانسان يشوف ان هو مش بيسقط لكن الامور ما بتتمش بسيط، احسن التمام. لو شاف الانسان تمام الامور دي نهايه حياته او نهايه الحياه، التمام وحش. تمام. لكن بالنسبه للسقوط في الامتحان، هذه بعض، انا بقول لك في ناس عندها 50 و60 سنه بتشوف لها سقطت في الامتحان وخلصت من زمان. ده دليل على ان بعض الاعمال اللي هو بيسعى فيها، مقدم في شغل، مقدم في جواز، مقدم في حاجه، لن يتم. فهي بعمل لها اسقاط على الامور الحياتيه للانسان، وليس بالضروره امتحان انسان في كليه يعني او مدرسه. هناخد ملك معانا. اوكي. يا ملك. الو. ايوه اتفضلي يا ملك. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هكلم الدكتور؟ اتفضلي. اتفضلي يا ملك، بس وطي صوت التلفزيون شويه. ماشي، انا عندي رؤيه وعايزه احكيها للشيخ. اتفضلي. تمام اتفضلي دكتور احمد معاك. لو سمحت يا شيخ، انا في مره شفت، اخر اللهم اجعله خير، شفت رؤيه ان انا شفت القمر كان قريب مني، والقمر كان مبتسم وعينيه كانت بتضحك كده، كانت مبتسمه ليا، كنت في مكان كده فاضي لوحدي. فالقمر كان بيلف لفتين، اللفه الاولى شفت السيده مريم على القمر، وصوت من السماء قال لي دي السيده مريم العذراء. واللفه الثانيه شفت على القمر برضو طفل صغير كده، بيبي كده صغير على القمر. ولد الطفل طفل ولا طفله؟ ها؟ ولد ولا بنت الطفل؟ لا مش عارفه والله يا شيخ، انا شفت طفل بس مش عارفه والله. مش تمام. مش عارفه. الرؤيه دي تقريبا كان في اي وقت؟ الظهر، العصر، المغرب؟ كانت على قبل الفجر كده تقريبا. كانت قبل الفجر. اوكي. شكرا يا ملك، ودكتور احمد يرد عليك. طبعا القمر يفسر على كذا تأويل، يا اما الوزير، بالعكس الشمس هي ملك، تفسر على انها الملك للدوله او الرئيس. القمر يفسر على انه الوزير، او بالنسبه للراجل امراه، او بالنسبه للام، او بالنسبه للبنت. هي بالنسبه لها طبعا بالنسبه للقمر يدل على هي مهمومه، الام، الاخت اللي بتحكي دي امها، وهيبقى منها وبعيده. يعني هي في عمليه انا انصحها ان هي تقترب من امها. هي واضح ان في يعني ممكن تكون متجوزه ونسيت امها او بعدت عنها فتره، ان هي حكايه تقترب وتبتسم وبعدين تبعد. وخاصه ان مريم، لان دلاله مريم العذراء وسيدنا المسيح معروف طبعا عليه السلام ان اكتر يعني ايه، وطبعا سيدنا المسيح ولد من ام بغير اب، فهو اكتر الناس يعني اكتر الناس التصاقا قصه الام والابن هي مريم العذراء وسيدنا المسيح عليه السلام. فهي بالنسبه لمريم العذراء تحديدا دلاله ان هي، انا بنصحها ان هي بعيده عن امها، اللي هي تودها، امها اللي بتحاول تتقرب منها، لكن هي الظاهر نسيتها خالص او يعني في مشاغل الحياه. النقطه الثانيه الدورتين، يعني حكايه القمر مره ومره ثانيه، دي المره الثانيه دي بشاره بابنه مولود سياتي، خاصه هي قال الطفل، لكن هي